هو احنا ليه بندي اهتمام لنتيجة الثانوية العامة او حتى ليه بنهتم بطلابها مع ان اهمية كل مرحلة نهائية في التعليم ما تقلش اهمية عن نهاية مرحلة الثانوية العامة؟ فاحنا النهاردة هندردش سوا في النتيجة وتوابعها، وهل نتيجة الثانوية بتأثر على مصيرة الطالب او الطالبة بعدين في الحياة ككل؟ تعالى شوش هيقول لك. الموضوع بيبدأ من اول السنة الدراسية، بيبقى مطلوب منك جهد كبير والمفروض انك توزع الجهد ده على مدار السنة. الجهد المطلوب بيبقى متساوي على الكل رغم اختلاف ظروف كل واحد عن التاني، اختلاف في المعيشة والتفكير والبيئة المحاطة والمشاكل ايا كانت نفسية او عضوية. كل واحد بيحارب في المعركة دي بأسلحته الخاصة. نهاية الطريق بتقرب وخلاص، كله ظاهر قدامك والمطلوب منك بقى واضح عن اي وقت فات. وريني بقى مجهودك طول السنة هتطلع منه ايه؟ تعبك وتعب اهلك حواليك ايا كان مصاريف او ضغط منهم عليك ومراقبه وخوف ما بيخلصوش. مسرح كامل فيه متفرجين ومشجعين وحاقدين وناس بيستنوك تقع عشان يشمتوا فيك. البطل والفرد الوحيد في العرض ده واللي واقف على المسرح هو انت. فكم الضغوط النفسيه اللي بتحطها على نفسك كفيله تنسيك اسمك مش الاجابه اللي هتحطها في الورقه. معادله صعبه جدا وظالمه في نفس الوقت. ومش معنى كده انك تطلع او تطلعي كل شويه تصحوا وتقول الامتحان كان غريب والنظام مش عارف ماله والدنيا صعبه. ايوه، ما انت طول السنه بتعمل ايه؟ مش انت اللي اخترت الصعب، فليه بتشتكي منه وانت عارف ان مش انت المقصود وان ده نظامه مستمر؟ ما تتفاجئش، ما هو انت مش اول حد يدخل ثانوي، يعني كان من قبلك ملايين الملايين بيجتهدوا وبيدخلوا يمتحنوا ومحدش بيسمع لهم صوت. انا مش قاسي على دفعه ثانوي السنه دي او اللي قبلها، لكن بقول بدل ما تركزوا في الصياح وتعيشوا دور الضحيه وانتوا اصلا مقضينا مرقعه طول السنه. فلا يا سيدي، بلاش تعلق تقصيرك ده على شماعة النظام التعليمي ايا كان بقى هو صح او انتوا اللي صح، ده ما يخصنيش قد ما اللي هو اعمل اللي عليك. ده كان بالنسبة للنظام والامور اللي بتحكم فيها البشر بتصرفاته. نيجي للامر الالهي والرسالة اللي بتجيلك من ورا نتيجة الثانوية. اولا كده، نتيجة الثانوية العامة مش مقياس. الزمن دلوقتي اللي بيحكمه الجنيه مش الشهاده بتاعتك او اسمك اللي مكتوب جنبه ANG او DR. ومش معنى كده انا بقول لك بلا تعليم ونبطلها شغله الدكاتره والمهندسين وكلنا ننزل نطحن في بعض في سوق العمل. انا قصدي من الكلام انك تحدد موقفك من قبل ما تحط رجلك على عتبه الثانويه اصلا. يعني بص لظروفك انت وبس، مالكش دعوه بصاحبك او ابن خالتك اللي داخل ثانويه فيلا هشبط معاهم. بص لنفسك وظروفك انت وبس، حالتك المعنويه والفكريه والاهم من ده كله الماديه. والله انا بكلمك في الصح. رحت يا اخويا الثانويه ودخلت مدعكه السناتر والمراجعه ودخلت امتحاناتك وخلاص، استنزفت كل طاقتك ومتبقي النتيجه. كام داون. جت اللحظه اللي فيها تجني ثمار الثلاث سنين. هيا تفكيرك ان الناجح والراسب كلاهما محبوبان عند الله. الاول احبه فاعطاه ما تمنى، والثاني احبه فابتلاه فصبر، وفي كلاهما خير. ثق بالله سبحانه وتعالى لان رب الخير لا ياتي الا بالخير. ايوه يا اخويا، جبت 50 جبت 90 100%، خليني اقول لك ان الشاطر اللي بجد هو اللي بيكمل في المفرمه اللي اسمها الدنيا دي. ما توقفش حياتك ولا مستقبلك على نسبه وتنسيق ووجع دماغ في الفاضي. ولو كنت مستني نتيجه كويسه تاهلك لكليه قمه تقدر بعدين تتوظف بيها وتعرف تتقدم بيها للبنت اللي بتحبها وتكمل بيها حلمك الوردي، فحابب اقول لك ولك عند الله خير يؤجله حتى تتهيأ ظروفك لاستقباله، فلا تظنه ناسيك ان تاخر. رسالة النهارده كانت لكل الطلاب اللي داخلين ثانوي ايا كان لسه بيفكروا يدخلوها او اللي داخلين تالتة، انما اللي خلصوها فحابب اسمع منك جبت كام ويا ترى انت مرضي او لا وهتعمل ايه الفترة الجاية. وبس كده، انا محمود شوشة، ولو حابب تشوفني تاني اعمل لايك وفولو. والسؤال الاهم دلوقتي،